مين يصدق ان عملت الطبق بتاع الكفته ده، كفته الفراخ من نص كيلو صدور مخليه. تعالوا بينا نشوف عملناها ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. جبت 3 بصلات حجمهم وسط كده، وجبت فلفلايه حمراء. تمام، هضربهم كويس جدا في الكبه، وبعد كده هبدا ان انا اصفيهم. اهم حاجه ان احنا نصفي الميه بتاعتهم. تمام. بعد كده جبت نص كيلو صدور مخليه وغسلتها كويس جدا ونقعتها في محلول او قطعتها كده وحطيتهم في الكبه. وبعد كده بعد ما صفيت البصل والفلفل رحت اخدت الميه بتاعتهم، وهقول لكم هنستخدمهم دلوقتي. وبعد كده حطيت زي ما انتم شايفين كده في الكبه معاهم، وهبدا ان انا اضربهم. بس هحط الاول عليهم البهارات. البهارات عبارة عن ملح وفلفل وبابريكا وبهارات فراخ وزنجبيل وقرفة، وحطيت كمان شوية من بودرة الثوم. هضربهم كويس جدا جدا في الكبه لحد ما انعمهم خالص، بقوا بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. هتحسوا ان القوام بتاعه سايل شويه، بس هنمسكها دلوقتي مع بعض. طبعا هنا بنحط معلقه صغيره من البيكنج باودر، وحطيت نص كوبايه من البقسماط المطحون الناعم، يكون مطحون ناعم البقسماط. تمام. هميكس بقى الحاجات دي كده كلها مع بعض، هتلاقوها هي بدات تمسك في بعضها. هي بقت متماسكه. الناحيه التانية بقى كده كنت غاسله حزمه من الكزبره الخضراء. تمام. حزمه صغيره كده قطعتهم كده عليها وحطيتهم. بعد كده همكسهم كده. الكفته بقت جاهزه معايا. تعالوا بقى هقول لكم عملت ايه بميه البصل والفلفل. حطيت عليهم شويه من الزيت، وبعد كده حطيت عليهم كيس كاتشب. تمام. حطيت عليهم ملح وفلفل وبابريكا. هقلبهم حلو لحد ما ياخدوا اللون ده. هبدا بقى اللي انا هنا اجيب المسن وهصبع بيهم الكفته. هدهن المسن الاول بالخلطه اللي انا عملتها دي بتاعه ميه البصل، وهدهن الكفته من بره بيها. تمام. ما شاء الله، بصوا بقى الكميه اللي رميتها معايا، رميت كميه بسم الله ما شاء الله اللي انتوا شفتوها في الاخر دي. المفروض بنسويها في الفرن، بس انا طبعا ما كانش عندي وقت، رحت سويتها في الجريل او في اي طاسه براحتكم خالص. طبعا في الاول بعلي نار لحد ما اسخن الزيت، وبعد كده حطيت عليهم الكفته. هبدا ان انا النار هديها خالص، هخليها شمعه، وهقلب الكفته على الجناب. وبعد كده هسيبها تستوي براحتها، وهغطي عليها عشان تكمل سويه. تمام، علشان تستوي من بره ومن جوه ومن كل حته. بعد كده بقى هتلاقوا هرمت معاكم الكميه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. تاكلوها بقى مع مكرونه، تاكلوها براحتكم خالص. اهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال. باي باي حلوين.